من الحاجات اللي احنا بنعاني منها في مجال صناعة الدواجن ده يا جماعة أو مجال المزارع، معظم المزارع يا جماعة بتكون في مناطق صحراوية. بيستهدفوا المناطق الصحراوية عشان يكون بعيد عن أي ملوثات بيئية، أي أمراض. برضو يكون بعيد شوية برضو عن المناطق السكنية عشان برضو الروائح اللي بتنبعث طبعا من المفارق وكلام من ده. بالإضافة لكده اللي هما بيحب يكون المكان معزول شوية عشان برضه يبقى فيه استقرار. يا جماعة احنا هنا أول ما بنخش الموقع أو أول ما بنخش المكان اللي احنا بنشتغل فيه ده، بتخش بتتعقم. يعني انت معلش انت هتقعد هنا 20 يوم أو 30 يوم أو 40 يوم، بتخش المكان ما بتطلعش منه أبدا. انت عبارة عن سور محاوطك من جميع النواحي، ما بتطلعش بره السور ده الا وانت مروح. بتخش ما تطلعش الا وانت مروح. بالنسبه طبعا للناس مثلا، انت لو ايه اللي وسيله مثلا الترفيه مثلا او ايه النشاط مثلا اللي بتعمله هنا في المكان اللي انت بتكون فيه. هنا يا جماعه مفيش وسيله ترفيه معينه. انت بالنسبه لك انت لو بتحب الافلام، بتجيب لك كام فيلم كويس مثلا على الموبايل عشان تعدي الكام يوم اللي انت هتقعدهم هنا. بالاضافه برضو انت لو معايا في التلفزيون طبعا في كل استراحه بيكون فيها شاشه او فيها تلفزيون. انت لو بتتابع حاجه بتتابعها على التلفزيون طبعا، بس بيكون برضو معاك ايه مجموعه زمايل معاك في نفس المكان. انا بالنسبه لي عشان انا لوحدي دلوقتي حاليا واللي معايا نازل، معايا تلفزيون لوحدي، شاشه لوحدي، وقاعد والدنيا كويسه. بالاضافه لكده انا برضو بحب القرايه. يعني معايا مجموعة كتب مثلا PDF ومعايا كتب ورقية. في ناس بتحب الكتب وفي ناس بتحب القراية. بالإضافة لكده يا جماعة هنا الإنترنت وشبكة التليفون بتكون صعبة، يعني صعب جدا. مكان انت لو بتمشي بس من مكان لمكان مفيش اصلا شبكة خالص. انت عشان تعمل مكالمة او تقعد مثلا على الانترنت شوية، بتطلع في مكان عالي. مثلا احنا عندنا هنا في حاجة زي التلاجة كده، تطلع عليها او في حاجه كده بارتفاع عنبر بارتفاع ضوء، وبتطلع عليها عشان تقعد مثلا الساعه بتاعتك مثلا اللي انت تقعد على الانترنت تتصفح اي موقع تواصل اجتماعي او انت عايز تبحث عن اي حاجه، تطلع على المكان ده. في حاجه كويسه جدا برضو يعني ناس كتير يمكن نصحتني بيها، اللي هو الانترنت الهوائي. انت لو معاك يعني مبلغ كويس، ممكن تشترك مثلا راوتر هوائي وعن طريقه ان انت تظبط تعمل باقه مثلا باقه 40 جيجا، باقه 50 جيجا، ان انت تظبط دنيتك وبتقعد برضه على الانترنت هنا. بس على حسب برضه حسب استخدام كل شخص والتاني. باذن الله هناخدكم كمان شويه كده في جوله فوق السطح ونوريكم يعني الناس قاعده ازاي واحنا بنقعد فين بالظبط، ونوريكم المنظر العام باذن الله كمان شويه.